كتفيق في الصباح كتحل تليفونك كتلقى واحد في عمرو 19 عام دار مشروع وواحد آخر ولا مشهور، أما التالت فيهم كيسافر وكيعيش الحياة اللي كتمناها، وكيطلع السؤال اللي ديما كتسول راسك: واش أنا متأخر؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست سكون. خليني نسولك واحد السؤال: واش انت بصح متأخر ولا كتشوف باللي الوقت ماشي وقتك؟ الإحساس بالتأخر ماشي حقيقي بالكامل، حيت هو إحساس مصنوع من ثقافة السرعة، من السوشيال ميديا اللي كتوري غير اللحظات اللامعة، ومن مجتمع كيقيس القيمة ديالك بالإنتاج والنتائج ماشي بالرحلة. مالكولم غلادويل في الكتاب ديالو ديال Outliers كيقول باللي النجاح ماشي غير نتيجة ديال مجهود فردي، ولكن نتيجة ديال توقيت، فرص وبيئة. خليني نشرح لك. معنى أن ماشي كلشي اللي نجح بكري نجح حيت هو خارق، ولكن حيت بزاف منهم تصادفوا مع الفرص المناسبة في الوقت المناسب. جيمس كلير في Automatic Habits كيقول لنا باللي النجاح هو نتيجة عادات صغيرة كتكرر كل نهار، ماشي قفزة واحدة كبيرة. ولكن شنو اللي كيوقع؟ حنا كنشوفوا غير القفزة وكنغلفوا آلاف الأيام ديال التراكم اللي دارتها. هنا كيجي الخطر، كتولي كتقارن النتائج النهائية ديال الآخرين بالبداية ديالك. خليني نشارك معاك واحد القصة ديال واحد السيد كان كيقرا، عنده 24 عام، تخرج من بعدها ولا كيحس براسو ضايع. صحابو خدامين، بعض منهم تزوج، البعض نجح ودار المشروع ديالو، وهو مازال كيجرب. بدل التخصص، دخل مجال جديد، فشل، عاود، حتى وصل 30 عام. 30 عام عاد لقى الطريق ديالو، واليوم كيقول باللي أفضل حاجة وقعت ليا هي أنني تأخرت، حين التأخر أعطاه وقت يعرف شكون هو، شنو باغي، علاش كيقلب. ديفيد إبستم في الكتاب ديالو ديال رينج طرح واحد الفكرة اللي كتهضر فيها على أن الناس اللي كيجربوا بزاف ديال الحوايج قبل ما يلقاو المجال ديالهم، كيقول باللي هاد النوع ديال الناس بالضبط غالبا كيكون أكثر نجاحا على المدى البعيد، حيت التجارب كتعطيك مناعة، كتعطيك معلومات اللي ما يمكنش تلامسها من خلال القراءة ولا من خلال واحد الدورة تكوينية. ستيف جوبز كيقول باللي ما تقدرش تربط النقط فيما بينها وانت كتشوف غير القدام، خاصك ترجع للور، تعطي مساحة باش تقدر تفهم وتشوف. يعني داك التخبط اللي عايشو دابا راه ممكن يكون هو السبب في نجاحك من بعد. نزيدك هادي في الكتاب ديال ديفن انديكات ديال ميك جاي اللي قال باللي العشرينيات مهمة، ولكن ماشي سباق خاصك تربحو بسرعة، بل هي واحد المرحلة اللي كتبني فيها الأساس. واخا ولينا كنشوفو بلي المجتمع رجل باللي هاد المرحلة ديال العشرينيات هي مرحلة سباق. دابا غادي توقف وغادي تعيش واحد اللحظة، وغادي تسول راسك: واش الهدف اللي كنجري عليه هو فعلا ديالي ولا غير نسخة من النجاح اللي شفتيه عند الآخرين؟ حيت كون أكيد منين غادي تلقى الهدف ديالك غادي تلقى بزاف ديال الحوايج كيفاش توصل ليه، كيفاش تخدم عليه، وغيكونوا بزاف ديال النقاط واضحين، بخلاف إلا كنتي واخد واحد النجاح ولا واخد واحد الفكرة من عند الناس آخرين. وأنا غادي نعاونك باش تعرف شنو هو الهدف ديالك. بإمكانك تعرف غير من خلال الجواب على هذا السؤال. فرضا أننا حبسنا العالم كامل وغبرات المقارنة، شنو الحاجة اللي غتختار ديرها؟ واش عمرك عطيتي راسك الحق تكون ضايع شوية؟ حيت الضياع أحيانا هو الطريق الوحيد للاكتشاف. الضياع بمعنى أنك ما دير حتى شي حاجة، ما تقارن راسك بحتى شي واحد، ما تشوف حتى شي حاجة آخرى ديال شي حاجة ديال شي واحد آخر، غير تكونسونطري راسك على راسك بوحديتو. دابا اللي غادي نطلب منك هو أنك تخلي هاد الفكرة الزوينة في بالك. ماشي ضروري تنجح بكري، ولكن ضروري تنجح بشكل صحيح بالنسبة ليك انت. هادو 3 ديال الحوايج بسيطين ديرهم كل نهار. أول حاجة، حبس المقارنة الواعية. كل مرة تحس براسك كتقارن، ذكر راسك باللي كل واحد عنده الطريق ديالو. تاني حاجة، ركز على التراكم ماشي السرعة. التراكم، دير حاجة صغيرة كل نهار، قرأ أرتيكل كل نهار، قرأ كتاب كل نهار، استغفر كل نهار.
حيت النجاح الحقيقي كيجي من التكرار ماشي من الاستعجال. تالت حاجة وآخر حاجة، اسمح لراسك تجرّب، جرّب مجالات، أفكار، مشاريع، حتى تلقى الحاجة اللي كتخلّيك تحس بالحياة. نشارك معاكم واحد الحاجة بسيطة، أنا ديما كنت كنشوف راسي باللي أنا ديما كنت كنحل الكتاب ديالي وكنلقى عندي باغا ندير هاد المشروع، عندي هاد الفكرة، بغيت نفتح هاد الحاجة، بغيت نكون في هاد المكان، وبعض المرات كان كيجيني تأنيب الضمير أنني عندي حاجة 1 وحاجة 2 وحاجة 3 وحاجة 4 ولكن حتى شي وحدة فيهم ما خدمت عليها وحتى شي وحدة فيهم ما نجحت فيها. ولكن خلّيني نوضّح ليك ونوضّح لراسي فكرة واحدة، باللي كون ما دخلتش في هاد 1 و2 و3 و4 وعطيتهم أفكار وشغلت عليهم بالي واحد الوقيتة، ما كنتش غادي نوصل لواحد المرحلة أنني نعرف بصح أنا شنو باغا ندير. فداك الشي علاش خلّي راسك أنه يجرّب ويدخل لمجالات مختلفة. وفي الأخير بغيت نخلّيك مع واحد الفكرة عميقة، إلا وصلتِ بكري ولكن ماشي لراسك راك ما وصلتيش. كون أكيد فاش غادي تكون في واحد المرحلة ولو ملي غتحقق واحد الهدف اللي هو ماشي الهدف ديالك أنت، كون أكيد 100% بأنك ما غاديش تكون فرحان حتى 0.000001 حيت هداك الهدف ما كانش هدف ديالك، وداك النجاح واخا يشوفوه الناس كاملين النجاح ما غاديش تحس بيه نجاح. بخلاف إلا وصلتِ واخا وصلتِ معطّل، ولكن وصلتِ لنسخة حقيقية منك، الهدف اللي أنت باغي، فحتى إلا ما كانوش كيشوفوه الناس نجاح you don't care حتى إلا ما كانوش الناس كيشوفوه نجاح ما غاديش تهتم بالناس حيت أنت راضي وفرحان بداك الشي اللي وصلتِ ليه. وهكا إلا ركزتي على أنك تفهم وتعرف راسك شنو بغيتي وتوصل للنسخة الحقيقية منك، كون أكيد راك ماشي غير نجحتي ولكن غتكون فهمتي اللعبة كاملة. هذا ما كان في هذه الحلقة ديال اليوم، نتلاقاو في حلقة جديدة. سكون ما بين الصمت والتنهد.